يلا كابتن سامع الدنيا هتظل الدنيا هتظل الدنيا هتظل كابتن محمود ماشي طبعا عليكم كابتن محمود الإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي انبي حضرتك النهارده متواجد في بورسعيد لمعسكر خارجي للفرق الناشئين بنادي انبي هنا في بورسعيد. يعني عايزين نعرف معاك الاول ايه ما يعني سبب وجودك هنا في بورسعيد وايه يعني سبب اختيارك لبورسعيد لاقامه المعسكر الخارجي بها؟ والله بورسعيد بالنسبه لي جزء مهم جدا من البلد، وانا كراجل رياضي سابق وتمرست على اللعب مع نادي المريخ ونادي المصري بورسعيد. بورسعيد جذورها ممتده في تاريخ الرياضه المصريه، طلعت نجوم كبار مدربين لاعبين مارسوا العمل الرياضي واصلوا الكره المصريه، وانا بفرح عامه لما بتواجد في بورسعيد. واذا كان في مخاطر او الكلام اللي انت بتقوله، انا شايف ان احنا لازم نكسر حزمه الكلام ده ونتواجد. من حق اهل بورسعيد ومدربينها ولاعباتها انها تشوف انديه ثانيه ونتواصل معاها، وهم جزء عزيز علينا، وانا بيضيف لي شرف انا والناديه ان احنا نتواجد على ارض بورسعيد، ارض الصمود والبطولات واللي اتعلمنا منها واحنا عيال صغيره في المدارس. عرفنا قيمه بورسعيد كويس قوي، ده شرفنا. هل اخترت اي جهه امنيه وقت وصولك لبورسعيد يا كابتن ولا مش محتاجه بورسعيد انك تعمل كده؟ انا عارف ان الاجواء كويسه، وبحظى بحب واحترام زمايلي المدربين واخواتي، ياما اتقابلنا واحنا صغيرين في الملاعب. والنهارده اذا كنت انا بقود نادي انبي بشرفني وجودي على نادي المريخ. ونادي المريخ من المؤسسات الهامه جدا في قطاعات الناشئين بالتحديد، وانا اعرف قيمه اللاعبين بتوعها ومدربينها، وده شيء شرفني. كنت اتمنى اعمل مباراه مع المصري ان شاء الله نعملها في مرحله لاحقه ان شاء الله. اللي لاحظته في بورسعيد خلال تواجدك يعني خلال الساعات الماضيه؟ والله هي بورسعيد طول عمرها زي ما هي، حب وحنيه واحترام، وبيحبوا الرياضه وبيرحبوا بالناس، وبلد مضيافه. انا ما عنديش شك، يعني انا جاي فرحان. انا مش كتير بروح معسكرات مع فرقي لان بيبقى اعبائي كتير، لكن انا يعني اذا كانت بمثل رمز نادي انبي فانا بدي دلاله ان بورسعيد في قلبنا، واحنا نتمنى نزورها كل يوم. واي استضافه منهم لينا انا بشكرهم على ضيافتهم وترحبهم بينا، وان شاء الله نقدم عروض يبقى في دايما تبادل. وانا اتمنى بدعي نادي المريخ ونادي المصري يلعبوا مباراه في القاهره في انبي، وده شيء ان شاء الله. شكرا جدا.